حياكم الله أيها الأحبة ويا مرحبا وسهلا. اتصل فيني أحد الأخوة الأفاضل من فترة وقال لي زوجتي تعاني من تعب وضيق في الصدر وآلام في الكتفين وثقل في الجسم بشكل عام، كذلك أوجاع في العضلات. فقال لي الظاهر أنها تحتاج رقية ويمكن هي مسحورة ويمكن. فسبحان الله، ليش أي مرض عندنا أو أي تعب على طول نعزو هذا الشيء للسحر أو المس أو العين أيها الأحبة؟ نبحث طبيا في البداية. قلت له يا أخي هل بحثتوا يعني في الطب؟ هل أجريتوا تحاليل؟ قال يا أخي أنا أتوقع تحتاج رقية، يمكن هي مسحورة زوجتي. سبحان الله، شاهد من الموضوع بعد إجراء التحاليل اتضح أن عندها نقص في الحديد، والنقص النقص في الحديد يؤدي إلى آلام في الظهر ويعني نفس الأعراض هذه. قال لي ما أتوقع. قلت له يا أخي خذ العلاج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله. يا أخي خذ العلاج واستعن بالله جل وعلا. سبحان الله العظيم، أقنعته أنه يعني يقنعها أنها تأخذ الأدوية، وبدأت فعلا بأخذ الأدوية. بعد أسبوعين اتصل فيني قال لي جزاك الله خير، ما نريد رقية شرعية، تراها تحسنت كثير يمكن 60%. فلهذا أيها الأحبة ترى هذه من مداخل الشيطان، يأخذها فرصة ويدخل، وإذا شاف أن هذا يعني مدخل بدأ يوسع هذا المدخل أو يعني يوسع هذا الباب، ويبدأ يخليك تدخل على الانترنت وتقرأ عن الأعراض وتراك فيك سحر وفيك كذا، ويبدأ الإنسان يقول لا لازم يطلع مني شيء. لا تعيش نفسك في أوهام أنت في غنى عنها. استعن بالله عز وجل، خذ بالأسباب، لا بأس أنك ترقي نفسك كذلك، ولكن خذ كذلك بالأسباب الطبية. ترى كثير من نقص الفيتامينات وغيرها تؤثر على يعني التعب في الجسد. فهذه يعني القصة حبيت أوصل لكم إياها، ولعل يعني نستفيد منها. فالإنسان لا يستعجل يعني بالحكم على نفسه بالأمراض الروحية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم.